الأردن. بعدا كيفاش شفتي تأهل المنتخب الوطني المغربي البارح؟ طريقة التأهل والطريقة باش جا التأهل. يمكن أنا كنضرب أنه طريق وفي للنهج ديالو اللي كيلعب به. ما كاينش هناك، ما كتشوفش. وخير دليل على ذلك هو بالامس ملي كتشوف الدخول ديال واحد 15 دقيقه فيها ضغط بالنسبه للمنتخب الاماراتي، ولكن احسن حاجه ساعدتنا كثير وهو تسجيل الهدف. لا، الاختيارات ديال اللاعبين الاماراتيين كانت غير ناجحه من ناحيه يعني ديك لا سوليسيون ملي كيكون واحد الكاري 18 متر اكثر من مره كان غلط، وكانت مزيانه، كانت في صالحنا. نفكرك بواحد الكره اللي اللاعب مشى كانوا حداه جوج، كانوا حداه واحد في الضروه يدير واحد التير ضعيفه. فوالا ما عندي ما نسالك. على الاطراف كان واحد هنا وواحد هنا، التمريره تقدر تخلق لك انت مشكل. انا ديما كنت كنقولها، كنقول شوف رغم هاد الهجمات باختيارات فاشله غير ناجحه، ما نقولش فاشله، يعني كيف كنقول انا استقتي، كيف كنقول انا المنتخب المغربي يتحين، كيف كنقولوا حنا شكون اللي ولا عاوتاني. وهذه واقع لنا في تقريبا في جميع المباريات، بحال كنخليو 15 ولا 20 للفريق في كل شوط. اييه، وكنطلعوا عاوتاني حنا اللي كنوليو، وفعلا داكشي اللي درنا البارح. لما عاوتاني حنا مشينا يمكن حنا كنا افيكاس. انا لا اظن البركاوي يدير ديك الديتونت بحال هكاك فوق هذاك اللاعب اللي كنظن بانه طول منه وتهز وضربها براس، حيت هذاك اللاعب يمكن ما تاخش بان البركاوي في هذيك لاطاي غادي يقدر هو يديباسي. ولو سونتر اللي عطى المساوي من ديك البلاصه هذيك نورمالمون شي بلاصه كتزيد عاوتاني شويه باش تقدر. لا شوف مساوي، انا قلت لك كان يمكن شي واحد ما كانوش بطاقتي يقول لك يمكن. انا بالنسبه لي مساوي بدا الى حيدتي الماتش ديال جزر القمر وديال شويه ديال عمان، انت تكلمت لك عليه قلت لك بدا جيت هنا وقلت لك غادي بالتدريج، غادي بالتدريج، ماشي هو اللي غادي بالتدريج يا منير، بحال كتقول انت كيسترجع اللياقه ديالو، لانه من بعد ما دخل في البطوله ومشى لكوب دافريك ودوك السفريات بانت بانه الامور كانت صعيبه. 1-0 لما نعاوتاني حنا من بعد حنا غادي نتركوا الكره سيرتو في الشوط الثاني. عدد كبير من الجماهير المغربيه كانت متخوفه، علاش عطيتيهم اللعب، خليتيهم هما الكره بحال مع السعوديه. اييه، ولكن عاوتاني بنفس الرؤيه اللي قلت لك انا، انهم كيمشيو ولكن الاختيارات ديالهم ما كتكونش صائبه. وشتي بعض المرات التسديدات اللي كانت بالعشوائيه كيضربوها كتمشي فوق، اختيارات اللي ما كانت صعيبه. كتجي عاوتاني انت في الدقيقه 83 ولا 84 واقيلا هذيك منير 83 الهدف الثاني 83 لا كنظن قيلا فايته 85 ما عليناش منير 83 85 با بروبليم. كتجي بهذيك التمريره عاوتاني بان كونتر وتخرجها من الكوتي غوش. لا باس اللي تعطات بطريقه مزيانه المهداوي، الحمد لله بعدا الحمد الله واللي ختمها هو المهديوي. بداو وقيلا دو رومبلاسون اللي تنقول انا الحمد لله مهديوي بجوجهم. هذه عاوتاني كتشوف كتعطيك دم جديد. انا بالنسبه لي هذيك الوقيته المنتخب الوطني انتصر، لان في الهدف الثاني قتلتي البارح في المباشر قلت لهم سالا الماتش في الجزائر. سالا الماتش في الجزائر، علاش؟ لانه ما بقاش عند المنتخب الاماراتي فين يزيد، مازال ب 1-0. مهديوي 83 قلت لك تبقى متخوف على اساس واش المنتخب المغربي غيبقى صابر، لان كون ما سجلتيش كنتي غتعاني مع الاماراتيين، كنتي غتعاني مزيان، لانه توطار واخا هما عشوائيه شويه في الوصول، ولكن هذاك الضغط يقدر يولد انفجار. ولكن لا قد يولد الخطا هو الانفجار، ولا خطا هو هذاك راه كيعطيك الانفجار. على اي ثم كيجي هدف ثالث اللي انا بالنسبه لي انا جا في الوقيته ديال الخلاص على ان وختامها مسك. المنتخب الاماراتي منير بهذوك حتى من المعلق لاعبين اللي كيلعبوا في الامارات في الدوري الاماراتي، يعني عايشين ذاك الجو، تعرفوا اللاعبين. هذه كلها اشياء كانت في صالح المنتخب الوطني. كيبان لك على انه كنلعبوا بواحد الطريقه اللي
الا تفرجتي فينا وشتينا كتقول واقيلا حنا ما غاديش نقدروا ونوصلوا، ولا واقيلا ما غاديش نخلقوا مشكل للمنتخب الاخر. فاذا به حنا ملي كنشدوا، شوف كاين فرق ما بين منير تبقى عاكا توصل وبدون فائده، وتعرف كيف توصل، انا بالنسبه لي الدراري ديالنا حنايا تعرفوا كيفاش عندنا دراري كيخلقوا لك من لا شيء. كتقدر تكون الفرصه ماشي هي هذيك ولا لاكسيون كيف كنقولوا حنا، ولكن كتخلق مشكل بالنسبه للخصم ولا المنتخب الاخر. وهذا هو اللي حصل منير منذ يعني ما واجهنا. انا ما غنتكلمش على المنتخبات الاولى، نتكلم على المنتخبات اللي كانت شويه بحال السعوديه، حيت الا حطيتي هذه القضيه هذه الا حطيتي كل ماتش كانت عنده كل ماتش كل ماتش كيفاش كيدور، كل ماتش اختياراته. واش المنتخب هذا اللي ربح المنتخب الاماراتي ب3 واش ما تعدوش مع سوريا؟ نقدروا نقولوا تعذب مع سوريا المنتخب. راه الا شتي المنتخب البارح المغربي كتقول كيفاش المنتخب المغربي بقى حاصل مع المنتخب السوري، وخدينا كارطون روج وتعذبنا. راه هنا شوف، انا بالنسبه لي فهاد كوباراب المباريات تختلف منير نهائيا. وحتى ونزيدك حاجه اخرى، انا وقيله حيدت المستوى، ما بقاش نتكلم عليه في هاد المنتخبات العربيه، حيدت لها المستويات. دونك شنو اللي خدمنا؟ ما بقيتش كنحكم تقول لي حيت جينا انا وياك النهار الاول انا والجمهور بدينا كنقولوا شكون اللي شاف الماتش ديال المنتخب فلاني مع الفلاني راه داز بواحد الريتم، فاذا به مباريات ما كتشابهش. وجميع المباريات اللي خدينا حنا تقريبا خديناهم كنقول لك انا بمستوى اللي هو كنعرفوا يمكن نمشيو منير نهاجموا ونقدروا نسجلوا ولا نخلقوا مشكل، ولكن عندنا واحد القضيه اللي هي زوينه، هو الدفاع ديالنا ما تلقاش اهداف من الماتش ديال جزر القمر. فوالا يعني واقف بشكل جيد ما كيخليش تغرى المنتخب الاخر. انا غندوز لك لواحد الجانب اخر من هذه المنافسات ديال كاس العرب. فقط سي سفيان الله يجازيك بخير قال لك هل ممكن ان نرى اشرف بن شرقي في المباراه النهائيه؟ اشرف بن شرقي خارج اللائحه، ما بقاش ما لعبش، ماشي كل لا اشرح لي لا راه منابر تنقلت الخبر في خردين. لا بلاتي ولا كانت منابر عاوتاني غلط. اما الصديق ديالنا والله ما نلومو، لا ما نلوموش حيت الجمهور واحد في الدار جالس ولا بعيد ما كيعرفش مسكين واش واقع، خصو تذكروا تقول له ديرها بن شرقي. بن شرقي ما بقاش خارج اللائحه، ما كاينش في المنتخب يقدر يتريني معاهم، تشوفوا في التدريب كيتريني. ما تبقى لا يتريني لا قول خارج، ما كاينش، قول ما كاينش وصافي. لا بغى يتريني باش توضح للناس راه ما كاينش. افريكانا غنقرا الميساج واخا قال لك شحال متشائم هاد فخر الدين. تفائل صاحبي تفائل. علاش حنا كنشرحوا دابا؟ لا تفائل. لا بلاتي ناخذوا فاصل ونتشائموا مع نتفائلوا معاه. نتفائلوا شي شويه فخر الدين. لا دابا واحد القضيه، انت كتكون كتناقش مباراه وكيجيك واحد ماشي سؤال. حنا التشاؤم، شنو التشاؤم؟ لا خصك تقول لي راه كنا واعرين والمنتخب الاماراتي شغلو هذاك منير، شغلو هذاك راه كل ودن وشنو هذا راي ديالو. لا واحد القضيه غير هو التشاؤم، راه فيه امتى كنقول انا متفائل وانا متشائم؟ بحال دابا تقدر تسولنا وتقول لي بحال دابا شي مباراه غادي نلعبوها نبداوها من وليد الركراكي ونجي ونقول لك انايا حنايا وما كاينش والدراري هذا تشاؤم. اليوم دابا انت ملي كتسقسيني على دومي فينال تفرجنا فيه كيفاش داز، غادي نختلفوا انا وياه، لان هو شوفته غتكون في شكل والشوفه ديالي في شكل، وواحد انسان اخر جالس في الدار. ها شوف عاد وليد دابا اللي عيطوا لهذا السيد قال لك لماذا ما نشوفوش بن شرقي؟ راه هنا كيكون اختلاف. حنا كنناقشوا غير ساعه ونص كيفاش داز، بحال اللي ناقشنا ديال جزر القمر وناقشنا ديال عمان وقلنا بان المنتخب المغربي راه هو في النهج التكتيكي ديالو. يعني كيبان لك الا شتيه تقول واقيلا راه نقدر ندخل وغادي ننتصر على المنتخب المغربي، ولكن ملي كتواجهوا وكتشوفوا كيفاش لعب تيبان لك صعيب. علاش؟ لانه عندنا الدراري كاليتي جو سيرتان جوور
الا كانوا في الاوج ديال العطاء، تكلمنا على زحزوح كيديروا الفرق الا كانوا بحال في نهارهم اللي كان في لي فار يا ما دار لا ديفيرونس. وكنت كنا كنهضر عليها، انا كنهضر عليها. وإلا لاحظتي حتى هاد اللعابه اللي كاينين دابا راه فيما بعض المرات شي واحد كتضربوا شي فيقه ديال هذاك اللي كتعرف راه كيدير لك بولكسوت ولا هاد مساوي ولا كي قلتي انت هذاك ازارو دابا مع الماتشات يقدر يبان لك عاوتاني نوتر ازارو وهي غاديه الامور. حنا هو التشاؤم منير عنده خاصيات ديالو، عنده قواعده ملي كتبغي تشاعم. تحياتي للسي يونس مساعد، قال لك السي منير الحاج اخشى ان يتراجع مستوى منتخب الفوتسال والمنتخب النسوي بعد نهايه هذا الجيل الحالي تاع التكيك والمنتخب النسوي. ما رايكم؟ انا متفق معك. كنتي تكلمتي عليها منير، تكلمتي على الجيل ديال الدقيق، ولكن العيب هو ان الا ما كانش الخدمه بالموازاه. دابا المنتخب الفوتسال غير باش نفتحوا هذا القوس، دابا راه بز منه دخل واحد لو سيكل اخر جديد. ما بقاش داك الشيء ديال كتلعب كوب دافريك وموراها كتلعب كوب دي موند كتجلس واحد 4 سنين فيها غير لي ماتش اميكو. لا دابا عندك كل عامين كوب دافريك. فوالا هادشي اللي كاين. يعني بز منك واخا كوب دافريك غير مؤهله، ولكن انت ما غاديش تضمن ديما غانا تربحها ب 13، ما غاديش تضمن ديما. غادي هو مع استمرار المشاركات كنولي ملي كنبدا نلعب معاك منير كنبدا نستافد منك. كنت كنجيبك هنا كنربحك ب 14. ما غتضمنش ديك ليبيا تبقى ناعسه ولا مصر تبقى ناعسه. يعني غادي كلشي غادي يتحرك. وهنا عاوتاني الخدمه خصها تكون اكثر من هذا الشيء. انا باش نبقى معك ندوز لواحد الجانب اخر في هذا كاس العرب، هو التدبير ديال الجروب. من نهار تعلنات اللائحه الاسماء اياه لعلك ترضى، داك الشيء هو هذاك الدراري هادو شويه راه داروا الاسماء في الخليج اش كيديروا هنا، هذا راه مازال عنده ماتشات في فرقته راه غادي يرجع عيان. هذا يعني كتدبر واحد انت كيف جاك التدبير ديال هذه اللائحه، لان الوحيد اللي باقي ما لعبش فيها دابا هو رشيد غنيمي الحارس الثالث. كلشي يلعب كلشي تعطيو فرص. زيد على وبز منك، زيد على البليسيور وبز منك منير، بز منك، وزيد على الكارطون روج اللي كانوا كيكونوا هي جوج دابا. الحمد لله مفيد. هذه اشياء اللي خلاتك اللي ساعداتك عرفتي شنو هي؟ ساعداتك على القله اللي ولات عندك ديال في الفيكتيف من بعد المغادره ديال مهري والنوري وديال الشرقي وديال تبليسه. وهذه ساعدات، ما كنقولش ساعدات بطريقه، قال لك رب ضاره نافعه، قول ساهمت على ان طارق سكيتيوي ولا عنده الاختيارات ولات عنده محدوده، ما بقاش عنده مشكل في الاختيارات وما غاديش يبقى يتلام، لانه كيختار واحد ل 11 وابري كيدير دي شونجمون وبقى لاعب على هاد ابار ذاك الماتش اللي شفنا فيه الدخول ديال 3 اللاعبين منهم اللاعب ديال بركان منير شويعر. لماذا يمكن كان اللي كيتوقع على الدخول ديالو غادي يكون واخا نموذج ديال هذا الماتش دخلوا 3 حركوا اللي هما بنتايك في لاغوش وصابر بوغرين ومنير شويعر. البارح مثلا ما شفتيش بوغرين وشويعر. عرفتي علاش؟ الطريقه المباراه تختلف. الرؤيه ديال طارق سكيتيوي في هذه المباراه اللي كتلعب البارح تيبان لي بانه فيها لاعبين متمرسين بريزيليين اللي كيقدروا، راه خصني ندخلهم انا حريفيه اللي غادي يقدروا يدخلوا ويساروا معايا يشدوا في الايقاع ديال المباراه. وهذا هو اللي وقع. شوف راه بعض المرات مرات دير شونجمون تقدر تدخل لي ميور جوور اللي كاينين في العالم ما كيصدقوش وتنهزم وغيتقال عليك على انك لي شونجمون ديالك كانوا خاطئين. شوف هادشي راه بحال قريتيه. وبعض المرات كدير دي شونجمون كيصدقوا وهذوك اللعابه هما اللي كيسجلوا وهذا اللي كيمرر وكتولي انت هو احسن كوتشينغ في العالم. هادشي اللي كاين. راه هذه عالميا. شوف الناس اللي كيصنتوا لينا راه تفرجوا في الكره وعاشوها. كنقدر ندخل واحد اللاعب في تالور، غتلقى واحد نموذج اللي شفناه وقع.